بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة، وفي حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة، وأعتقد هي ستكون حلقة خاصة بخصوصية تركيا الإسلامية لدينا نحن المسلمين في عموم الأرض، وخصوصيتها أنها تعالج أو تتماهى مع أفراح المؤمنين والمسلمين. وكما قال تعالى في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. بهذه الآيات المباركة أيها الإخوة المشاهدون، يسرني ويشرفني جدا أن أبدأ معكم هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، وتماهيا مع الأفراح التي تنسمناها نحن المسلمون أينما كنا، بأن ينصر الله سبحانه وتعالى فئة من الناس في تركيا همها الكبير خدمة الإسلام والمسلمين. ولذلك قمين بنا وحري بنا أن نفرح لأفراح المسلمين، خاصة وأننا نعيش عصرا يعني ملبد بالأزمات والانتكاسات والتراجعات. أن تأتيك فرحة مثل هذه، وليست فرحة عادية، لكنها فرحة خرجت من أتون وآمارات داخلية وخارجية، إقليمية ودولية. الغرب عموما وملة الكفر أينما وجدوا تسلحوا بكل أنواع الأسلحة، بدءا من الإعلام، والإعلام أخطر أنواع الأسلحة في هذا العصر الذي نعيشه، واستخدموا كل أساليب الإعلام، من دعاية لحملات لبرامج لأخبار لتلفيق ما لا يمكن يعني تخيله. يعني أنا أيام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا المسلمة الشقيقة كنت أتابع ورصدت يعني الحملة الإعلامية المسعورة التي حاولت أن تصف بها رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، والذي يواليه من الأحزاب الأخرى. يعني ركزوا وعملوا حملات دعائية مضادة طبعا، يعني لم يشهدها الإعلام الغربي. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونسوا أن كلما اشتد الإعلام الغربي في الحملة على الحزب وعلى أردوغان على وجه التحديد، كلما زادت حماسا الشعب التركي المسلم الشقيق، زادته حماسا والتشبث والتمسك بحزب الحرية والعدالة. وقد يعني أثبت الله وعده أن يفوز في انتخابين، في الأولى والإعادة، وليس فوزا سهلا. ولذلك أن تأتيك أفراح مثل هكذا من بين أتون كثير من الأحزان التي تلبد عالمنا الإسلامي، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كما قال الشاعر منذ عشرات السنين تجده كالطير مقصوصا جناحاه. فأن تجد فرحة كهذه، وإنما المؤمنون إخوة، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكثير من الأحاديث النبوية الشريفة تحثنا على أن نفرح لأفراح إخواننا المسلمين ونحزن لأحزانهم. والحزن عندنا في بلاد المسلمين كثير، بل فاض وطفح. فأن يأتيك فرح مثل هكذا بنصر الله أولا،
ونصر دعوات المسلمين أينما وجدوا. والله دعونا من كل قلوبنا أن ينصرنا الله وينصر أولئك المؤمنين. طبعا نحن لن ندخل في دهاليز السياسة التركية والمؤامرات كانت كيف وما إلى ذلك، لأنه هذا مجال مختلف. لكن خرج أردوغان منتصرا وأعلن تمسكه وتوظيف، كما قال الشيخ سعيد برهان حفظه الله ورعاه، قال وظف ديمقراطية الغرب وانتخابات الغرب حتى بمفاهيم وظفها لخدمة الإسلام. وهذا هو الإسلام، أنه صالح في كل زمان لكل زمان ومكان. طبعا نحن كمسلمين نؤمن على أن هذه الديمقراطية المزعومة لا تشبه للإسلام ولا المسلمين. نحن نؤمن بأن الشورى هي الميزان، وهي المعادلة التي يمكن أن يتولى بها المؤمنون أمور المؤمنين والمسلمون أمور المسلمين. لكن لأنه ملة الكفر والغرب عموما يعني مسيطرين على أشياء كثيرة، ولذلك من لم يتماهى مع هذه الديمقراطية المزعومة التي يتساوى فيها العاقل والمجنون والصالح والطالح والمتعلم والجاهل والسارق والصالح والمفسد والمصلح، ويعني حاجة غريبة يعني. ولكن يعني أن تقول حتى بمفاهيمكم يمكن أن نأتي. ولذلك فرح المسلم أينما وجد دون دون النظر إلى كيف هي وما إلى ذلك، فقط لفرح. الناس تفرح عندما يفرح أخوك المسلم. نحن كإعلام طبعا يعني متابعين كل الأساليب التي مورست ضد تركيا وحصارها وكل ما اشتد الغرب وحروبه على الدولة التركية المسلمة، كل ما اشتد عود أولئك المؤمنين والمسلمين. طبعا نحن يعني نشد أولا بهذا الحزب، ونتمنى كذلك أن يهديهم الله الطريق الصحيح. وإذا كان هنالك لا بد من إصلاح، لأن الممارسة اليوم هي تمارس، يعني العنوان البارز هو يعني قد ينسب إلى الإسلام وإلى المسلمين. ولا نشك أنه أكثر قرابة الربع قرن هذا الحزب المبارك يتصدر المشهد، وانتشل تركيا من يعني من الوضع الاقتصادي الذي كانت فيه قبل، على الأقل قبل 22 عاما. اليوم تركيا يحسب لها ألف حساب. وهذا دليل على أن الناس إذا ما نصحوا لله ورسوله الله ينصرهم، يعني ما في شك يعني. ولكن قد تكون هنالك أشياء تحتاج إلى إصلاحات وإلى برضو مراجعات، فنهمس في عقول أولئك المؤمنين، لأن المؤمن مرآة أخيه، أن يراجعوا ويعملوا الإصلاحات التي ينبغي أن تكون حتى ما تتقوى شوكة الإسلام في تركيا الشقيقة. الواحد يسترجع التاريخ الذي يعني انكفأت فيه تركيا بعد الخلافة العثمانية، وكثير من الناس الذين لا يفهمون التاريخ ولا يقرؤونه القراءة الصحيحة كانوا يعتقدوا أنه طبعا تركيا العثمانية يعني كانت امتدت إلى أوروبا وإلى الشرق الأوسط وإلى إفريقيا، وما يعني ليست هنالك منطقة ربما تقول إنه يعني ما دخلتها شمس الإمبراطورية العثمانية أو الدولة التركية العثمانية. ولكن طبعا لأنه التاريخ هو تاريخ العالم الإسلامي والعالم العربي مزورة، فكانوا دائما يقولون الاحتلال العثماني وما إلى ذلك. ولكن نحن كمسلمين نؤمن على أنه أي منطقة دخلتها
تركيا العثمانية فكان فتح للإسلام والمسلمين. وهكذا تمسكت تركيا بإسلامها، لأن الإسلام قبل الإسلام تركيا لم يكن لها شيء بالمناسبة. تركيا التاريخية قبل الدولة العثمانية لم يكن لها شأن، فبالإسلام استمرت. صحيح كانت برضه هنالك يعني إخفاقات في هنا وهناك، ولكن العنوان البارز كانت هي تحكم باسم الإسلام يعني، وأنجزت ما أنجزت ونشرت الإسلام في كثير من بلاد العالم. لكن المؤامرات ضدها كانت كبيرة وكانت فوق طاقة حتى السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه، الذي وصفه الإعلام الغربي والكتاب الغربيين والمستشرقون، وكذلك حتى من بني أمة الإسلام، بتلك الأوصاف التي هو بريء منها يعني. حقيقة يعني نحن لا نطبل، ولكن هذه حقائق. وبإعادة التاريخ، كثير من الأخبار وكثير من الأخبار المزورة والتاريخ المزعوم نسب إلى الدولة العثمانية، الإمبراطورية العثمانية، وتحديدا إلى السلطان عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه. ونسب ما نسب إلى الدولة العثمانية، تكالبت عليها دول الشرق والغرب عموما حتى سقطت الدولة الإسلامية التي كانت هي امتداد. وانحرفت تركيا طبعا إلى يعني غيرت اتجاهها تماما تحت قيادة أتاتورك، كمال مصطفى أتاتورك. وهناك طبعا يعني عاش الناس الأتراك المسلمون تاريخا لا يشبههم، واستمرت العملية إلى أن عادت الأمور. وسبحان الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وثبت أقدام الإسلام اليوم في تركيا. وحتى مع كل الإنجازات التي شهدتها تركيا اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وثقافيا ودينيا وكل الأشياء، على الرغم من كل تلك النجاحات كانت قبل سنوات مؤامرة يعني كادت أن تقضي على كل شيء في تلك الإنجازات. ولولا لطف الله ووعي الشعب التركي الشقيق بأن 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 هذه مؤامرة لا تشبهه، ف يعني الحمد لله انجلت الغمة ووقف الشعب التركي الشقيق مع حكومته المنتخبة. يعني أنت أمامك انتخابات، تغير كما شئت. والانتخابات الأخيرة بالذات لم تكن انتخابات سهلة، لكنها كانت منافسة شرسة. والمنافسة القوية التي فيها يعني خصمك عنيد والتقارب شديد، ده يدل على أنه يعني أنت عندما تنتصر على حزب برضه ينافسك، دليل قوتك ومكانتك وموضوعيتك في المجتمع التركي. لذلك التهنئة تتعدد اتجاهاتها، ولذلك أنا أهنئ الشعب التركي الشقيق على هذا الإنجاز. أهنئ حزب الحرية والعدالة والأحزاب التي تآلفت معه. كذلك أيضا أهنئ وأبارك للحزب المعارض أو الأحزاب التي لم تفز ولكنها قبلت تلك النتيجة. ده دليل برضو وعي. وكل ما يتمتع به الشارع التركي اليوم من وعي سياسي وعودة إلى الإسلام وعودة إلى الثقافة والتصالح والتعايش ونصر المنكوبين، كل ذلك يحسب لهذه الحكومة التي تولت قيادة الأمر أكثر من 20 عاما تقريبا، يعني هي قرابة 22. ونتمنى لهذه الحكومة تحت قيادة القائد السياسي المسلم طيب رجب أردوغان، وللمرء حظ من اسمه، كل اسمه ما شاء الله، نتمنى له التوفيق وأن يسدد الله خطاه فيما يخدم تركيا والشعب التركي الشقيق المسلم، ويخدم أمة الإسلام أينما وجد في جميع المحافل التي تتخذها تركيا من مواقف. والله هي كلها مواقف مشرفة، حتى لو فيها شيء من الملاحظات هنا وهناك، ولكنها تتماهى مع رفع راية الإسلام ونصر المسلمين، وسواء كان حتى كأمة عربية يعني. ويعني لا يكره العرب والعروبة إلا من في قلبه شيء يعني ضعف في الإيمان، وهي تنصر. والعلاقة العربية التركية اليوم
علاقة متميزة. ومن هنا أنساتي سيداتي سادتي، أنا بكل احتفاء وبكل محبة ومعزة آه، قررت أن أسخر هذه الحلقة بكاملها للحديث عن تركيا، تهنئة ومباركة، وبرضو أن نكون لها عضدا فيما تصبو إليه، خاصة ونحن في برنامج مع اللغة العربية. وأنا أستعد لتسجيل هذه الحلقة، فقلت أبحث، أعد المادة، فقلت تركيا والعالم العربي. تركيا، تاريخ اللغة العربية في تركيا، أثر الشعر العربي في الأدب التركي، واللغة العربية وضعها اليوم في تركيا. فهذه عناوين بحثت عنها، فوجدت شيء والله مفرح، ولذلك استسمحكم، بل أتشرف أن نقرأ تاريخ اللغة العربية في تركيا مما نشرته وسائل السوشيال ميديا. وجدت في موقع المرسال مقالة كتبتها، هي كاتبة شيماء الزناتي، كتبت شيئا عن تاريخ اللغة العربية في تركيا. قالت في مقالتها: شهدت اللغة العربية إقبالا كبيرا من قبل الأتراك مؤخرا، ذلك لارتباط اللغة العربية باللغة التركية منذ القرن العاشر على مدار 900 عام، ويرجع ذلك للفتوحات الإسلامية واعتناق الكثير من الأتراك الدين الإسلامي. فكان الدافع الأساسي لتعلم اللغة العربية قراءة القرآن الكريم وفهم الدين الإسلامي، وارتبطت تركيا باللغة العربية منذ عدة عصور. وحقيقة عزيزي المشاهد، وأنا أقرأ برضو إذا تذكرت شيء وما ينبغي التعليق عليه سأعلق وأعود إلى المقال المكتوبة. كنت في جمعني العمل هنا في تركيا مع رجل توفاه الله رحمة الله عليه، ورجل كان متقدم في العمر، اسمه محمد رشاد أوكاشو، رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله. هذا المرحوم عملت معه في عمل من الأعمال هنا، وكان يذكر لي عن تركيا وتاريخها. فقلت له: متى زرت تركيا؟ قال: زار تركيا في منتصف الستينيات يعني. وكان صحفيا المرحوم محمد رشاد عبد الوهاب، وكان أيضا قنصلا عاما لإثيوبيا في المملكة العربية السعودية وفي اليمن في فترة من الفترات. الفترة التي زار فيها تركيا، قلت له: متى زرت تركيا؟ قال لي: زرت تركيا في عهد الإمبراطور هيلي سلاسي. وفي عهد الإمبراطور هيلي سلاسي لأنه كان رئيس تحرير مجلة منن، ومجلة منن دي هي مجلة تابعة كانت لزوجة الإمبراطور إيتاغا منن، يعني إيتاغا منن دي زوجة الإمبراطور هيلي سلاسي، فكان عنده مجلة ترعاها هي، فكان هو في رئاسة تحريرها. وقد عمل كذلك في وكالة الأنباء الإثيوبية في فترة، واشتغل في الإثيوبيان هيرالد وكثير من الصحف والمجلات. هو صحفي، وهو خريج أزهري، خريج اللغة العربية واللغة الإنجليزية برضو درسها هو، لكن هو خريج قسم اللغة العربية في الأزهر الشريف. شهد السنتين أو الثلاث السنوات الأخيرة من عهد الملك فاروق يعني. وأما 52 ثورة الضباط الأحرار شهدها يعني منذ باكورة، منذ بدايات الساعات الأولى. وبرضه هو برضه يعني في يوم من الأيام يعني الملك فاروق كان يلتقي بالأزهريين في رمضان مرة واحدة، فيديهم إكراميات ويشوفوه يفطروا معاه يعني. فقال لي: أنا شاهدت الملك فاروق. عندما تخرج من الجامعة عاد إلى إثيوبيا المرحوم محمد رشاد
أوكاشو رحمة الله عليه. فعمل في وزارة الإعلام الإثيوبية وفي مجلة منن كما قلت. فكان هو وفد المقدمة لزيارة الإمبراطور هيلي سلاسي إلى تركيا. فوفد المقدمة يمشي قبل زيارة الملك أو الرئيس يعني. فمما أكده لي عندما يسألونك الأتراك يقولون لك هل أنت مسلم في ذلك العهد؟ هل أنت مسلم؟ أول ما تقول لهم نعم أنا مسلم، والله قال يرحب بك ترحيب. قال أنا مع أني عشت في السعودية، قال وعشت في اليمن، وبرضه زار إريتريا وهو راجع و... وعاش في مصر. قال حب الناس بشكل طبيعي وتلقائي كده للإسلام والمسلمين، قال الذي وجدته في تركيا كان يختلف تماما. يعني انظر عزيزي المشاهد، وأنا قاعد أضرب هذا المثال على أنه الشعب التركي على الرغم مما مورس عليه وإبعاده عن حظيرة الإسلام وعن اللغة العربية، الفترة الأتاتوركية معروفة يعني بكل أساليبها يعني. يعني يمكن التاريخ إذا أسعفتنا الحلقة سنتحدث كيف كان واقع الإسلام والعربية في تركيا أيام الفترة الأتاتوركية يعني، معروفة طبعا. فقال يعني كنت يعني أنا أحسست أنه أنا في بلد مسلم، تلاقي الحفاوة والترحاب يعني يلفوك من كل، فقط تقول لهم أنا مسلم بس. أو وإذا ما عرفوا أنه اسمك محمد، اسم مسلم كده بتاع بالذات محمد، يعني ما شاء الله يعني. وبرضه مما ذكر لي قال أنه يعني ساعتها كان محمد رشاد أحد الرؤساء في تركيا أعتقد، مما قال لي المرحوم محمد رشاد. فوالده كان اللي هو عبد الوهاب وكاشو رحمة الله عليه، عبد الوهاب حسين طبعا. فهو في المملكة العربية السعودية محمد رشاد كان في بطن أمه. فقال أبي وهو في المملكة العربية السعودية، قال إذا يعني المدام جابت ولد فسموه محمد رشاد، محمد رشاد ده اسمه. فقال تيمنا بالرئيس الذي كان في تركيا آنذاك. فقال وكان يفرح انه انا يعني احمل اسم من تركيا، بيقول لي كده استاذ محمد رشاد رحمه الله عليه وكاشو. وكان دائما يحدثني عن تركيا، وزار طبعا مدن عده ومساجد وما الى ذلك. ثم جاء الامبراطور طبعا والوفد المرافق له، حاشيه الامبراطور، وعاد طبعا. وهم في تركيا كان يكتبوا عن الإسلام، عن تركيا من الناحية الاقتصادية، الناحية الإعلامية وما إلى ذلك. ولكن كمسلم هو برضه كان يركز على المعالم الإسلامية اللي كانت موجودة يعني. هذا على هامش ذكر. ورحم الله آه، محمد عمنا وأبي، أنا بقول له يعني توفاه الله قبل شهر أو شهرين، قبل شهر وحاجة، رحمة الله عليه. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله إن شاء الله. نعود إلى مقالة الأستاذة شيماء التي تتحدث عن تاريخ اللغة العربية في تركيا. فتقول: اللغة العربية في العصر العثماني. هل تعلم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن اللغة العربية في الدولة العثمانية كانت تتداول مفرداتها في الحديث العام بين الشعب بجانب كتابة اللغة التركية بالحروف العربية. اللغة التركية كانت تكتب بحروف عربية. ولكي تواكب التقدم الحادث في القرن الخامس عشر اقتبست اللغة، هي بتقول العثمانية، لكن نقول نحن اللغة التركية من اللغتين العربية والفارسية. وترتب على ذلك أن أصبحت اللغة التركية مزيج من عدة لغات. متى حدث الانقلاب اللغوي في تركيا؟ تقول الكاتبة: فقد شاهدت تركيا، وحقيقة شاهدت دي أفصح من شهدت يعني. فقد شاهدت، وشهدت دي الشهادة يعني. فهي شاهدت لغة يعني، نحن نقول في الإعلام شهد الرئيس كده كده، شهدت ما بعرف الوزارة كده. هي شاهد يشاهد مشاهدة. فقد شاهدت تركيا انقلابا لغويا
بعد تولي الحكم كمال مصطفى أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية. حتى مؤسس الجمهورية التركية ده بالمناسبة يعني برضو دي من الأشياء بتزوير الحقائق. يعني قبل فترة أتاتورك آه، أيا كانت الجمهورية الإسلامية في تركيا كانت مؤسسة يعني. لكن الغرب حاول وكتاب الغرب أن كأن يعطوا يعني الكريدت والحقوق إنه قبل مصطفى أتاتورك لم تكن تركيا، وهذه مزاعم وأكاذيب. بل بالعكس، يعني في فترة كمال أتاتورك يعني تراجعت تركيا عن انتماء الحضاري وانتماء القيمي وانتماء الإنساني كذلك يعني. حيث قبل الدخول الإسلام، قبل أن يعتنق الأتراك الإسلام، لم يكن لهم شأن. تقوت شوكتهم بعد اعتناقهم للإسلام، ثم فتح الله عليهم بلاد الدنيا كلها يعني. فكلمة مؤسس الجمهورية أن ينسبوها لمصطفى كمال أتاتورك هذا تزوير للحقائق ولأشياء طبعا يعني عشان ما يعطوا انه يعود الفضل الى اتاتورك انه في نشأة تركيا. والتاريخ يعني مليء بمثل هذه المغالطات والمزاعم الكاذبة يعني. اتاتورك كان منبهر بالثقافة الغربية ومتأثر بالتفوق الأوروبي، وعمل على تغييب اللغة العربية، فقام بإصدار بعض القوانين التي تنص على هذا هو هذا هو إنجاز أتاتورك: استبدال الأحرف العربية بالأحرف اللاتينية، تعليم هذه الحروف في المدارس اللاتينية والجامعات وتطبيقها وجعلها محور التواصل، منع نشر المصحف باللغة العربية والتدريس بها والعياذ بالله يعني. أمر بترك الآذان، لا حول، وتجريم من يؤذن باللغة العربية، حتى استلام عدنان مندريس الحكم الذي ساعد في ظهور اللغة العربية في تركيا مرة أخرى، فقام بفتح مراكز لتعليم اللغة العربية ومؤسسات دينية مثل الكليات الدينية ومدارس الأئمة والخطباء. وهذا الحزب قام على تلك الجذور وما قبلها كذلك العهد التركي العثماني، الدولة الإسلامية التركية خلينا نقول. كان تعليم اللغة العربية مقتصرا على بعض الجمعيات وبعض الأقسام في عدد قليل من الجامعات، ولكن بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكمة وبدأ تقرب تركيا من المنطقة العربية، فظهر اهتمام بتعليم اللغة العربية، فقاموا بإنشاء وتأسيس مراكز لتعليم اللغة العربية، تطوير بعض المراكز لتحويلها إلى أكاديميات لتعليم اللغة العربية لضمان الحصول على شهادة جامعية، تعيين دراسة اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، حيث بدأ تدريس اللغة العربية في المدارس الحكومية في سبتمبر 2016، بعد أن كانت مادة اختيارية في المرحلتين الإعدادية والثانوية. ثم تأسيس مؤسسات دينية تدرس أصول الدين باللغة العربية. والله هذا هو عودة تركيا إلى تاريخها الطبيعي وتاريخها وانتمائها الحضاري الإسلامي القيمي يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يدينا يعني أن نساهم في بناء والتفاعل مع مثل هذه الدولة التي نحن نحب كل من يحب هذه اللغة العربية، ونكره كل من يكره هذه اللغة العربية أيا كان، حتى لو كان من بني جلدتنا، وإن لم يكن من بني جلدتنا فإذا أحب اللغة العربية نحبه، لأنه نحن مأمورين بالكلام اللي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب العربية لثلاث، قال لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة اللغة العربية، نحبها. والله يعني الواحد ما بيعرف لغات كثيرة حقيقة يعني، ولم أندم إطلاقا أنا بالنسبة لي يعني يعني حتى اللغة الإنجليزية
تعلمناها على كبر. يعني نحن جيلنا مثلا، جينا كان منتمي للغة العربية، والانتماء للغة العربية هو شرف وفخر يعني. فمن يتعلم اللغة العربية في فترات متأخرة كما تعلمنا هذه اللغة الإنجليزية يعني مثلا، يعني لا تستطيع أن تتعلم اللغة العربية، هذه اللغة البيانية الفصيحة يعني. ولذلك من يدرس اللغة العربية ويعرفها ومتمكن فيها بالقدر الذي يعني أتاحه الله له، مستطيع أن يتعلم أي لغة. هذه اللغة التي نتحدث بها، اللغة الإنجليزية دي عرفناها مجبرين عليها ونحن ننتمي لهذه البلاد. لكن والله لم، يعني أنا لست متفوها وضليعا كما أتحدث باللغة العربية وأشرح بها حاجاتي في اللغة الإنجليزية، لست من ذلك. لكن لم يساورني أبدا أي إحساس، بل بالعكس أعتز وأفتخر. اللغة الإنجليزية نتحدثها، ممكن نعمل بها محاضرات كمان، لكن ليس كاللغة العربية. صحيح أنا ما متمكن في الإنجليزية كما العربية، لكن والله أزداد شرفا وفخرا أنني من هذه اللغة. وهذه اللغة الشريفة العزيزة البيانية، لغة الله ولغة القرآن الكريم ولغة كل الأنبياء والصالحين. يا أخي الخليفة عمر ما كان يعرف غير اللغة العربية، والصحابة رضوان الله عليهم ما كان يعرفوا غير اللغة العربية. صحيح جزء منهم كانوا روم وفرس وأحباش وهكذا، لكن يعني كل أولئك كانوا يعني عروبيين يعني، وكانوا مسلمين طبعا. وهذه اللغة العربية هي سنام الإسلام، ولا يعني ما يكره هذه اللغة إلا في قلبه شيء من يعني دين ما هنا يعني. والدين الإسلامي يحث على ذلك. ولذلك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، هذا على هامش الحديث أنه كيف حوربت اللغة العربية في كثير من بلاد. نعم، أنا جبت أنه نسأل الله سبحانه وتعالى محبتنا للغة العربية، نحب كل دولة تحترم هذه اللغة وتعمل من أجلها وبها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمره رشدا في هذه الجمهورية الإسلامية. فيما يتعلق بانتشار اللغة العربية في شوارع تركيا، تقول الكاتبة: انتشرت اللغة العربية بشكل ملحوظ، فظهرت في الشوارع في اللافتات والمعارض العربية، وانتشار للمترجمين العرب حاملين اللغتين العربية والتركية في الدوائر الحكومية والمؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية والاقتصادية. فأصبحت المعاهد تقدم دورات مجانية لدراسة اللغة العربية، مثل المعاهد التابعة لبلدة اسمك، إذا ما غلطان في الاسم يعني، أو اسمك. وتقول الكاتبة بعد ذلك تتناول عوامل انتشار تعلم اللغة العربية في تركيا، فتقول: ترجعها إلى قيام المشاريع الأجنبية وزيادة الاستثمارات المختلفة أدت إلى تفضيل العرب لتركيا وزيادة العلاقات بينهم. فزار حوالي 40 مليون زائر من العرب تركيا سنويا من إجمالي 42 مليون زائر سنويا. تركيا بلد سياحي طبعا ما في شك. والحركة التجارية التي تمر بها تركيا من استثمارات وسياحة وغيرها، حيث رغب الشباب التركي في تعلم اللغة العربية للعمل في مجالات الترجمة والشركات التي بدأت تعمل على نطاق واسع. كذلك يعتبر العرب ثالث أكبر عرق من إجمالي عدد السكان في تركيا، من حيث الروابط التي تجمعهم في تاريخ ولغة ودين. ويصل عدد العرب المقيمين بتركيا إلى ما يقرب من 8 ملايين. وتدفق العرب في تركيا وخصوصا السوريين نتيجة للأزمة الموجودة فبدأت تنتشر على نطاق واسع جدا. كذلك انتشار مراكز تعلم اللغة العربية من قبل العرب الذين يجدوا أن هذا المجال فرصة جيدة للعمل، فزاد إقبال الأتراك على تعلم اللغة العربية. أيضا يرجع سبب إقبال الأتراك على اللغة العربية أن كثيرا من الأتراك من أصول عربية ما في شك، ومن هذه المناطق المحافظات المجاورة لسوريا
والعراق والأناضول ومناطق جنوب شرقي تركيا، فكان الأجداد والآباء يعرفون أو يعرفون باللغة العربية، ولكن مع تطور الأجيال تضاءلت اللغة العربية رغم نشأتها في بيوت يتحدث أهلها اللغتين العربية والتركية، وبالتالي بحثوا عن سبل لتعلمها. أما عن السبب الديني فرغب الكثير من المسلمين الغير عرب في تعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي بلغته الأصيلة التي أنزل بها، وهو القرآن الكريم، أي نزل باللغة العربية. هنالك طبعا معارضين للغة العربية في تركيا كما تقول الكاتبة، رغم وجود عدد كبير من الراغبين في تعلم اللغة العربية والداعمين لها، إلا أنه يوجد أيضا معارضين لوجودهم وتطبيقها. وظهر مؤخرا حزب المعارضين، والتي كانت من ضمنهم مرشحة حزب الصالح المعارضين في بلدة الفاتح، التي انتقدت وجود لافتات على واجهات محلات في حي الفاتح، وقامت بتأكيد موقف الحزب الرافض لوجود السوريين تحديدا، الذي أدى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والثقافي في المنطقة على زعمها طبعا. ولكن بجانب المعارضين يوجد داعمين، وأهمهم الرئيس المجاهد البطل رجب طيب أردوغان، الذي رد بحزم على مرشحة حزب المعارضين الصالح، وصفها بعديمة التربية على رفضها لوجود لافتة باللغة العربية، وقال مستنكرا: لا ينتقدون اللافتات المكتوبة باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، ولكنهم يمتعضون عندما يتعلق الأمر باللغة العربية. والله نحييك أيها البطل، وهذه مواقف مسجلة في تاريخه يعني، وأشياء كثيرة طبعا يعني. وأنا هنا يعني دعوني أتلو آية من الذكر الحكيم نهديها للذي قال: نحن لا نرجع في مرجعياتنا. وهو وأحسب أنه هو السياسي الذي كان منافسا ومعارضا لرجب طيب أردوغان الجراد. قال: نحن لسنا بحاجة إلى كتاب يوعدنا بالتين والزيتون. هكذا قال في واحدة من المتابعات الإعلامية تابعت. ولذلك نهديه فنقول: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إلى آخر الآية. لا يمكن أن ينجح واحد ينتقد ويعلن حربه على الله وعلى كتابه. يعني لسنا بحاجة إلى كتاب يعيدنا بالتين والزيتون يعني وكأنه يقرأ من كتب أتاتورك وغيرهم. ولذلك يعني الشعب التركي هو عارف. ولذلك يعني صدق رجب طيب أردوغان عندما انتقد تلك السياسية. قال: لا ينتقدون اللافتات المكتوبة بالفرنسية والإنجليزية، ولكنهم يعني يتعبون عندما يتعلق الأمر، عندما يجدون يعني لافتة مكتوبة باللغة العربية. أقوال الأتراك عن اللغة العربية ودفاعهم عنها كثيرة. في يوم من الأيام قال الرئيس أردوغان، الذي دعم اللغة العربية وأوضح رغبته الملحة في عودة الأمجاد العثمانية المكتوبة بالأحرف العربية، حيث عزم هو وحكومته إدراج اللغة العثمانية في المناهج الدراسية الرسمية، هي اللغة العربية يعني. ومن أقواله عن اللغة العربية: يسألكم اللغة العربية عن مجتمع ما تكونون قد سلبتموه حضارته. نعم، إذا أخذتم منه اللغة العربية فقد سلبتموه حضارته وذاكرته. أقول هذا باعتبارنا أمة دفعت الثمن غاليا لسلبنا لغتنا، فالاعتداء على لغة مجتمع كالاعتداء على دين هذا المجتمع وثقافته وفنونه وآدابه. وقال: هل هناك شعب في العالم لا يستطيع أبناؤه أن يقرأوا لغة أجدادهم التي كتبت قبل 100 عام فقط غير هذا الشعب؟ والله كأننا نحن يعني هذه الوضعية
كأننا في ما تعانيه إريتريا. وكثير من الأقوال يعني نسبت إلى سياسيين، وعلى رأسهم يعني نحيي الرئيس التركي المنتخب المسلم القائد المجاهد رجب طيب أردوغان، يعني نتمنى له التوفيق إن شاء الله. هنالك عزيزي المستمع والمشاهد الكريم خطوات تعليم اللغة العربية في تركيا. بدأت أول خطوة في تعلم اللغة العربية في الثمانينيات من القرن الماضي، قبل التنمية والعدالة في فترة تورجوت أوزال. وتم تأسيس قسم اللغة العربية بجامعة غازي عام 1985 بأنقرة، وكان الغرض منها تدريب معلمي اللغة العربية في ثانويات الأئمة والخطباء، تدريسها لطلاب الجامعات. ثم تم إنشاء مؤسسات خاصة لتعليم اللغة العربية، ومن ضمن هذه المؤسسات أكاديمية اسطنبول للغات التي بدأت في عام 2006، والتي كان مديرها محمد آغير أكجا. قامت هذه الأكاديمية بعمل اتفاقية مع جامعة أوروبية أو جامعة أوروبا الإسلامية لكي تتمكن الفتيات بالالتحاق بالجامعات التركية، فتحولت الأكاديمية من ممثل الجامعة الأوروبية إلى مركز لغات. إلى جانب وجود الكثير من المؤسسات والمراكز الموجودة في تركيا لتعلم اللغة العربية، قامت بعض الدول بإنشاء مراكز رسمية معترف بها لدراسة اللغة العربية، منها جمهورية مصر العربية التي قامت بإطلاق مبادرة لتعلم اللغة العربية للمواطنين الأتراك من قبل المركز الثقافي المصري للعلاقات الثقافية والتعليمية التابع لوزارة التعليم العالي. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، مقالة الأستاذة شيماء فيما يتعلق بتاريخ اللغة العربية في تركيا انتهى هنا. شكرا للكاتبة شيماء الزناتي، واستعرضناه مع حفظ الحقوق الكاملة لها في قناة سلام الإعلامية المباركة. قبل الفاصل فقط أود أن أشير عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أننا هنا في أستراليا، وفي ولاية فيكتوريا، وفي مدينة ميلبورن التي تعداد سكانها 4 مليون وشيء. يعني دائما صباح مساء نشكر الإخوة الأتراك، الجالية التركية الموجودة هنا، الأستراليين الأتراك، كما نحن أستراليين إريتريين وأستراليين سودانيين. فكثير من المساجد والله هي تحت أنشأوها الأتراك ويرعوها الأتراك وينفقوا عليها الأتراك. المساجد المرتبة، المساجد النظيفة، المساجد اللي فيها تاخذ راحتك مثلا موجودة في مساجد الأتراك دون غيرها من المساجد. صحيح في مساجد كبيرة وفي برضو مساجد مرتبة ترتيب، لكن حقيقة أنا المساجد التي زرتها حتى اليوم دوما تلاقي المسجد هو عبارة عن مركز. على سبيل المثال عندنا مركز هنا في سانشاين رود، هذا المسجد ما شاء الله مسجد مرتب، فيه قاعة بتاعت أفراح، فيه ملاعب، فيه ميدان كورة، فيه باركن، ما تاخذ فيه تاخذ آلاف من السيارات. والتفكير فعلا تفكير ما شاء الله فبرضو لهم الشكر الجزيل. وأينما وجد الأتراك في أي منطقة في الدنيا تلاقيهم متمسكين بإسلامهم ويخدمون المرافق الإسلامية من مساجد ومراكز ومعاهد للتعليم ما هو مفيد بالنسبة للمجتمع. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، وتتابعون عبرها حلقة في برنامج مع اللغة العربية. فاصل قصير جدا وأعود إليكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا متكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، بعد أن تكرمتم بالبقاء معنا أشكركم جزيل الشكر، وأمامنا تقريبا 7 دقائق ونختم هذه الحلقة بحوله تعالى. هذه قناة سلام،
نواصل عبرها برنامج مع اللغة العربية. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام، سأتناول أثر الشعر العربي في الأدب التركي، وذلك من خلال ما كتبه الدكتور حسين مجيب المصري. يقول في دراسته: من المعلوم على وجه اليقين أن الأدب التركي القديم هو الأدب الإسلامي في أوج كماله. ليس ذلك فحسب، بل واتساق معالمه، فقد نهج الترك سبيل الفرس في ذلك التراث الإسلامي الذي تلقوه من العرب من قبل، فتحصل لديهم بذلك تراث إسلامي تتعدد معالمه وتبدد سماته. وقد زاد الترك في هذا التراث الإسلامي وطبعوه بطباعهم، فبلغوا به ما لم يبلغ غيرهم. ولم يعزب عن بال العلماء والأدباء من الترك هذا التنوع في خلفيتهم الثقافية التراثية، فنهلوا من مواردها المختلفة، وأخذ شداة الأدب منهم في إرساء ثقافتهم من على هذا التراث الإسلامي. ولم يخفى عليهم أن هذا التراث في أعماقه وأبعاده بلغة الضاد التي جمعت هذا التراث، وهو لغة القرآن الكريم والحديث الشريف والشرع الحكيم. فرأوا من أوجب الواجب أن يحيطوا علما باللغة العربية، كما يفهم آيات الذكر الحكيم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع. وهنا وقفة لا بد منها، كما يقول الكاتب الدكتور حسين، لا بد منها لنظرة تأمل، ونقول إن الأدب التركي القديم انبثق في الوجود أدبا دينيا محضا، نثره وشعره. وحسبنا قولنا أن بواكير النثر التركي إنما كانت شرحا وتفسيرا لقصار سور القرآن المجيد، كما أن الشعر التركي القديم جرى أول ما جرى على ألسنة الوعاظ الذين جمعوا حولهم المريدين ليسمعوا منهم ويأخذوا عنهم، وهذا قاطع الدلالة على أن الدين الحنيف في لغته، وهي لغة القرآن الكريم، كان ذلك الأساس الرصين الذي أرسى عليه الأتراك العثمانيون ثقافتهم الإسلامية العريقة في إسلاميتها. كما أن هذا الأدب التركي الذي نشأ في الأناضول إنما تأثر واستمد كيانه أو كاد من الأدب الفارسي عموما والشعر الفارسي خصوصا. وقد تأثر هذا الأدب الفارسي في عموم وشمول بالأدب العربي في لغته العربية. وهنا نلحظ، كما يقول الدكتور، نلحظ كيف انسرب ما لا يحصى من ألفاظ عربية في الشعر الفارسي، بل نتجاوز ذلك لنقول إن الرجحان كان للألفاظ العربية في لغة الأدب الفارسي، ويبنى على ذلك أن ندرك فيما لا يحتمل شكا ولا تأويلا أن اللغة العربية وجدت سبيلها إلى تراث الترك وإلى دين الترك جميعا. وعليه كانت اللغة العربية في نظر الترك لغة من الأهمية بمكانة، وحسبها أنها لغة الدين والأدب في وقت ما. ولكن لا بد من التحفظ لنقول إن من كان يحذق العربية من علماء وأدباء الترك إنما كان قلة ضئيلة، لذلك التغاير بين العربية والتركية مما جعل العلم بها أمرا ليس على التركي بيسير. وهنا نفسح المجال لشاعر تركي هو نابي، المتوفى عام 1712 ميلادية، لنصغي إليه متحدثا في هذا الصدد. فهو القائل، ما تم ترجمته، قال: ما أكثر أشعار العرب ومصدرها الشام وحلب، لا تقل إنها من الأوزان تجردت، فإن لها أوزانا خاصة على
حدة، وهي عامرة بالمعاني المرقصة، وما أشبهها بالمشعل اللماع إذا ألقى بالشرر في الأسماع، وما أكثر ما فيها من مطرب معجب الذي يجلو مرآة القلب، وكم فيها من نعوت شريفة نبوية ومدائح للمعجزات المصطفوية، وكل منها جوهر ثمين ودر موضون. أنعم في تلك الأشعار نظرك، وابذل في تفهمها جهدك. لا يصلح الأمر إلا بالعربية، ولن تكتفي وحدها الفارسية، وفي العربية شتى أنواع العلوم، والعلم بدونها غير مفهوم. هذه الأبيات كما يقول الكاتب من شعر هذا الشاعر الذي وجه فيها الخطاب إلى ولده، ينصحه ويعلمه، واضحة الدلالة على منزلة العربية لدى القوم آنئذ، كما أنها ترشد إلى أهمية تعلمها والنظر فيما تحوي من علوم وفنون. وهذا الشاعر ضمنا يهيب بأهل العلم والأدب أن يلقوا بالا إلى اللغة العربية، وأن يحرصوا كل الحرص على تعلمها والإفادة مما حوته، وهو يعود بجزيل النفع على كل من كان صاحب عبادة وله بالعلم والشعر ولع. أما أشهر من نظم شعرا بالعربية من الترك فشاعر من أهل القرن السادس عشر، سكن بغداد في عهد السلطان سليمان القانوني، ونسب إليه وعرف بفضولي البغدادي، وهو في رأينا أمير الشعر التركي القديم، وكان ينظم وينثر بالتركية والفارسية والعربية. وها هو ذا يقول في مقدمة ديوانه التركي إنه نظم الأراجيز بالعربية، كما يقول في مقدمة ديوانه الفارسي إنه أتحف فصحاء العرب بفنون شعره العربي. ويقول مؤلف تركي قديم يسمى صادقي في كتاب له بعنوان كنه الأخبار، وقد جمع فيها تراجم الشعراء الترك، إن لفضول ديوانا بالعربية يتألف من غزليات وقصائد، ولقد اطلع على قرابة 30,000 بيت كتبها فضولي بخطه. ونحن نقع على أبيات متفرقة من الشعر العربي في دواوين وكتب له، وقد يتأسى بشعراء الترك والفرس الذين يرودون البيت والبيتين في كلامهم لتأييد الغاية التي يسعون إلى بلوغها واستخلاص المعنى من كلامهم. وهذا مثال من شعر فضول العربي. ترك العربي يقول: نسبح من أهدى النفوس إلى المنى، وقدر أشكال الأمور وحلها، نقدس من لولا إعانة فضله لما علم آدم الأسماء كلها. وبعد هذين البيتين في التوحيد يمدح فضولي خير البرية صلى الله عليه وسلم، يقول: أثني على خير الأنام محمد، كشف الدجى بضياء بدر جماله، بثنائه رفعت مدارج قدرنا، خصت تحيته عليه وآله. وحسبنا بالنظر إلى هذا الشعر أن نوقن باقتران الإيمان بهذا الشعر العربي الذي فاضت به قريحة شاعر تركي مسلم. سأكتفي بهذا القدر، وقد تخطيت دقيقة أو دقيقتين، فعذرا أيها السادة المخرجون الفنيون الذين يسهرون لإخراج هذه الحلقة بهذا الشكل الذي ترونه، لكننا نعطيهم إياها بشكل مختلف. فجزاكم الله خيرا، وجزى الله كل من يخدم هذه القناة المباركة، قناة سلام الإعلامية المباركة، التي تابعت من خلالها هذا البرنامج مع اللغة العربية. مع اللغة العربية برنامج يعده ويقدمه أحمد شريف. تحياتي لكم، وأختم حديثي بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.